النعام ليس فقط من أكبر الطيور الحية في العالم، ولكنه أيضا أسرع الطيور البرية. وبالرغم من ذلك فإنه يتعرض لصراع مع الحيوانات المفترسة. أمهات النعام تحاول حماية صغارها من هجمات الحيوانات المفترسة. تبقى صغار النعام بالقرب من أمهاتهم لحمايتهم من الأخطار التي قد تهدد حياتهم في سافانا إفريقيا القاحلة. الفهود تمثل أحد المخاطر التي قد تهدد صغار النعام وأمهاتهم. الأسود أيضا تتربص بالفرائس لعل صغار النعام وأمهاتهم يكونوا وجبة لحيوانات إفريقيا المفترسة التي تبحث في سافانا إفريقيا القاحلة عن مصدر الغذاء. النعامة قادرة على الجري بسرعة 30 ميلا في الساعة لمدة 10 أميال في المرة الواحدة، مما يجعلها واحدة من أفضل عداء المسافة الطويلة في مملكة الحيوان. الأسود وبالرغم من قدرتها الفائقة على الصيد لم تجد أمامها إلا صغار النعام، لعلها تكون وجبة سهلة المنال. ربما تكون النعام من أغرب الطيور في السافانا الإفريقية. لديهم أعناق وأرجل طويلة يمكنها الركض بسرعة فائقة. النعامة الأم تدافع ببساطة عن صغارها ضد أشرس الحيوانات الإفريقية، ولكن نجحت اللبؤة في الحصول على فريستها. النعام الإفريقي يحاول مطاردة الحيوانات المفترسة وإبعادها عن مناطق تواجده. الضباع البرية أحد الحيوانات التي تمتلك أكبر التهديدات للنعام وصغاره، نظرا لأنها تصطاد في مجموعات تصل أحيانا إلى 20 فردا. يبلغ صغار النعامة الواحدة حوالي 11 فردا. النعامة الأم تحاول مطاردة الضباع لحماية صغارها. الفهود أيضا قد تمثل تهديدا لأفراد النعام، فالفهود الصيادة تعرف بسرعتها الفائقة وقدرتها على صيد الفرائس الكبيرة. قبل أن يشكل البشر تهديدا كبيرا، كان يمكن العثور على النعام يتجول في آسيا وإفريقيا وشبه الجزيرة العربية، وهي اليوم تقتصر على الغابات والسافانا في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. يمكن أن يستمر النعام بدون شرب لعدة أيام، وتمتص الرطوبة من الطعام الذي تأكله، ولكنها تستمتع بالماء وتستحم فيه إذا كان هناك ما يكفي. طقوس التزاوج المعقدة التي تتكون من دقات الجناح، وبعد ذلك سوف يرفرف الذكر بجناحيه بعنف، وأنثى النعام تدور في دوائر حول الذكر بأجنحة منخفضة، وسوف يدور رأسها وتسقط على الأرض، ويمكن أن يبدأ التزاوج. يمكن للنعام أن تزن ما يصل إلى 320 رطلا وتنمو حتى 9 أقدام. عيون النعام ليست فقط أكبر من أي طائر، إنها أكبر من أي حيوان على الأرض. يبلغ قياس كل عين ما يقرب من بوصتين. إن كنت من محبي النعام اكتب لنا في التعليقات، وشكرا.